بعد أن طلع آدم لايف وقال أن علاقته بوجدان كلها تمثيل، مبررا أنهم طلبوا منه في البرنامج أن يمثل الحب، فمثل الحب وقال: إذا أحببت في يوم من الأيام هكذا سيكون حبي للتي أحبها. هذا التصريح أغضب الفانز منه وطلبوا منه أن يعتذر، لأنهم كان يخدعهم طوال البرنامج بعد أن حبوا علاقته مع وجدان واعتبروها أصدق علاقة في البرنامج. آدم رد عليهم وقال أن الاعتذار ليس سهلا بل صعب جدا جدا، خصوصا وأن في ناس سبوه وسبوا عائلته وبلده وشككوا حتى في دينه وكفروه، وهذا لا يقبله طبعا. لكن أضاف وقال: أعتذر للناس الذين أحسوا أني خدعتهم رغم أني لم أكن أقصد أن أخدعهم. يا آدم، على مين يا بابا، على مين؟ المهم، برر فعلته هذه أنه أحب أن يقدم لنا شيئا للترفيه عنا، أننا نشاهد فيلما أو مسلسلا. لكن الذي لم يفهمه آدم هو أن الفانز غضب كثيرا لأنه استمر في التمثيلية بعد البرنامج. أوكي آدم، مثلت بالبرنامج لأنه طلب منك ذلك، لكن أن تمثل بعد البرنامج وأنت لست ملزما بذلك، هذا هو المرفوض والغير المقبول يا آدم. هذا الذي يجب أن تعرفه. إدارة البرنامج طلبت مني بدي أشوف آدم بحب. آدم إذا حب هذا هو آدم، هيك بحب، بمثل إني أنا كيف بحب. فهذا الإشي لما أنا تراجعت، ما تراجعت إني أنا ندمت على الدور اللي أنا أديته، لا تراجعت أنا شايف ناس عندها أمل. بما أنه شفت ماروكو من الأشخاص اللي كانت محبة لعلاقتك أنت ووجدان، صح؟ ماروكو تأثرت فيك، أوكي، وفي ناس كمان تأثروا فيك، ممكن تقدم لهم اعتذار على الشيء اللي هم تأثروا فيه منك. مثلا ماروكو الآن فيها غصة، صح ولا غلط؟ شوفي، وممكن إنه يكون الاعتذار شوفي، الاعتذار مش إشي سهل، مش الكبر، صح؟ هو مش إشي سهل، وأنا أصلا عندي جرأة على الاعتذار، وإنسان الحمد لله عندي القدرة على الاعتذار. أنا أكيد بعتذر لكل إنسان كان يحبني، تمام، أو كان خلني أحكيها زي هيك عشان أعدلها، ما يحكوا الناس إنه بس للفانز تاعه. لا، أنا بعتذر من كل إنسان حس نفسه إنه آدم خدعه، تمام. أنا هذا الاعتذار ما عندي أي مشكلة فيه، أنا بالعكس أنا بعتذر من هذا الموضوع. بس أما للناس اللي إجت غلطت فيي، غلطت بأهلي، في ناس حتى كفرت بديني، تمام، عندي بالإنستغرام، ما خلت إشي علي، حتى ناس شتمت بلدي، شتمت أهلي، شتمت ديني. هاي الناس أنا مش مسامحهم، وأنا أكيد في يوم الدين أنا حكون خصيمهم، مخاصمهم، أنا حاسبهم قدام ربنا في هذا الموضوع. أما الناس اللي كانت معي والناس اللي ما غلطت علي بالأخير حسيت حالها إنه أنا خدعتها، أنا بعتذر منكم يا جماعة. أنا أكيد مش قاصد، بالعكس أنا القصد كان إني أنا أرفهكم، أوصلكم أداء، أوصلكم دور، أعتبروها كانت مسرحية أو مسلسل أو فيلم أو أي شيء. أنا بعتذر منكم على هذا الشيء أكيد. وهنا حبايبي أتمنى أن يكون الفيديو قد أعجبكم، ولا تنسوا طبعا لايك واشتراك وتعليق وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. ومع السلامة إلى فيديو آخر إن شاء الله. مع السلامة حبايبي، مع السلامة.